بصوا الشعرايه، لا حلوه، لا يعني حلوه جدا، جامده جموده. تعالوا نشوف هنعمل النهارده ايه بالظبط. عندي حاجه، هي عندي بقالها فتره بس انا ما كنتش بستعملها خالص. يمكن داخله في حوالي سنتين ونص معايا. انا ما فكرتش استعملها غير دلوقتي. جربتها، لقيتها حلوه جدا. حبيت الاول اشوف هتبقى عامله ازاي في شعري، وارجع اعمل بيها فيديو علشان ابقى عرفت ابعادها ايه وبتستخدم ازاي وكل حاجه، يعني ابقى عرفت كل امكانياتها وكل مميزاتها وكل عيوبها، وارجع اعمل بيها فيديو. دي بقى لها اكتر من سنتين ونص حرفيا عندي، ما فكرتش استعملها غير من يومين ثلاثه. فتعالوا بقى نشوف هنعمل بيها ايه بالظبط وهنستخدمها ازاي. هنقول ايه مميزاتها، هنقول ايه عيوبها. هنسمي الله كده، ماشي. هنسمي الله. ده جهاز اهو، هو ده شكله. دي مكوة شعر كيرلي جديدة وغريبة. علشان كده انا فعلا حرفيا والله يمكن اكتر من سنتين ونص كمان ما اعرفش عنها حاجة خالص. لما قررت اطلع استخدمها دلوقتي وفعلا لقيت ان هي كويسة، بس صعبة شوية. يعني هي محتاجة تبقى ايدك فيها اول باول كده، تمام. طبعا كلام البنات. تعرفي تستخدميها صح، تستخدميها بالراحة، عشان الغلطة فيها بفورة. يعني الغلطة فيها، ودي رقم واحد في عيوبها، يعني دي من عيوبها اللي انا كنت هتكلم عليها، ان الغلطة فيها مش زي اي مكوة تتصلح، لا الغلطة فيها الشعرية راحت خلاص. وطبعا العلبة بتاعتها هي الكتالوج، تمام. انا بالنسبة لي العلبة هي الكتالوج، لان اللي انا محتاجة اعمله بشوفه على العلبة، تمام. مرة او مرتين من يوم ما استعملتها لدرجة ان انا نسيتها. بس دلوقتي لما لقيتها كويسة وايدي اخدت عليها، يعني استعملتها مرة وفي المرة التانية كانت خلاص تمام. قلت اطلع من فيديو. هي مش مكنه كيرلي عاديه، مش مكوه عاديه. ايه المكنه دي؟ مش مكوه كيرلي عاديه زي اللي بنشوفها في البيوتي سنترز، لا دي شكلها غريب جدا. يعني حتى نبص من جوه عامله ازاي. عايزه اقول لكم من كتر ما انا نسيها جوه الماركه بتاعتها تقريبا اتمسحت شويه. بس تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. تمام. بيجي معاها الكتالوج بتاعها اهو، لكن انا بالنسبه لي الكتالوج الاهم موجود هنا اهو. هنا اهو. دي بتحدد لك وبتختاري درجه الويفي اللي بتكوني محتاجاها. يعني محتاجاه كيرلي قوي قوي، محتاجاه ناتشورال خالص كانه طبيعي جدا، محتاجاه الميديم اللي هو ولا كيرلي قوي وفي نفس الوقت مش ليس، لا يعني حاجه بسيطه كده، مدي ويفي بسيط قوي. فانا بالنسبه لي هي دي درجات الحراره هي اللي بتحدد انت عايزه ايه تحت. يعني اهو 230 و12 ده بيكون رومانتك قوي، يعني كيرلي قوي قوي قوي، تمام. 210 ده اللي هو بيكون سيمي ويفي شويه، يعني ويفي بس مش كيرلي قوي. اقل درجه حراره اللي هي 180 على 8 دي اللي بتكون ناتشورال قوي. فانا بالنسبه لي ما اهتمتش بالكتالوج، انا احتفظت بالعلبه حوالي سنتين ونص او ثلاثه كمان اكتر، علشان لما بعوز درجه حراره معينه هو دي اللي انا بحبها، تمام. فهنجرب الثلاث درجات دلوقتي في الفيديو ونشوف ايه. لكن هي دي درجات الحراره اللي بتقرري وبتحددي انت عايزه ايه، وتحت كل درجه حراره اسم درجه الويفي اللي انت كبنوته بتكوني محتاجاها، تمام. فنحتفظ بالعلبه دي، تمام. بيكون جاي معاها اتنين من دي اهو، التوكه دي، تمام. هنجرب بقى دلوقتي، هنسمي الله. ادي زرار الباور بتاعها اهو، تمام. ده اللي بيقيس درجه الحراره، ده اللي بتتحكم فيه مئويه، وده اللي بيطلعها، يعني بيزود درجه الحراره بيقللها او بيزودها، تمام. هنبدا مثلا عايزينه كيرلي قوي قوي، هنعملها 230 على 12، تمام. يعني هي دلوقتي درجه الحراره بتاعتها الطبيعيه اللي هي الناتشورال قوي اللي هي 180 على 8 اهي. طيب انا عايزه ال 230 على 12 مثلا اهي. ادي ال 12 اهي تحت اهي، ادي ال 12، تمام. فوق بزود لحد ما بوصل 230 درجه الحراره من هنا، من ده بزودها 230، وده اللي عامل زي الميزان المقلوب ده ال 12، تمام. خليني مثلا امسك
زي ما قلنا هنتكلم على مميزاتها وهنتكلم على عيوبها. تمام. الشعر هي ما بتحتاجش تسخن، مجرد ما بنحط الفيشه ونشغلها خلاص هي اخدت درجه الحراره، ودي من احلى ميزه فيها ان هي ما بتحتاجش زي اي بيبي ليس تانية ان هي تقعد فتره لحد ما تاخد درجه الحراره. لا، مجرد ما نحط الفيشه نظبط درجه الحراره يتعمل. ما بناخدش خصله كبيره من الشعرايه. يعني بصوا قد ايه حته صغنونه قوي اهي. نعمل كده، هدخل الشعرايه كده اهو. سامعين الصوت؟ لما تعمل الصفاره دي بقى كده تمام اهو. اهو ممكن ارجع ده كده ورا، ناخد خصله تانية مثلا. طبعا لما يتعمل كمان من فوق اهم حاجه تكون الخصله رفيعه قوي. ليه؟ عشان الشعرايه ما تروحش وتتحرق، لانها الجهاز ده بيلف جوه، فلو الشعرايه تقيله الجهاز هيلف عليه ومش هيخرج الشعرايه، هتضطري تقصي شعرك. حرفيا حرفيا مش هتخرج، هتتعقد جوه، هتتلف حوالين زي الترس كده جوه، مش هتخرج، هتضطري حرفيا تقصي شعرك، حرفيا شعر هيتقطع. فدي حاجه من عيوبها. بالراحه قوي. اول ما تديني الصفاره دي انا كده عرفت ان هي تمام اهي. بص عامله ازاي؟ ده الويفي اللي هو القوي، اللي هو الويفي القوي. طبعا لما بنجيب الشعرايه من فوق غير ما بناخد من الجزء اللي تحت، انا بس بوريكم الشكل. طيب ده شكل تمام، ده الويفي القوي، يعني اللي هو لما تعملي شعرك بالطريقه دي هيطلع عامل كده اهو. ويفي هيطلع كيرلي قوي قوي. خلينا نجرب ال 200 وال 10. تمام. ادي ال 200 وادي ال 10. تمام. يعني نسيبنا من دي بقى. كده جزء صغنون خالص، نقلل كمان اهي. حته الامان دي حلوه، اللي بتعرفني ان كده الشعرايه تمام. بصوا، هي دي اللي في الغالب انا كعلا بستعملها، يعني المره او المرتين اللي استعملتها فيها عملتها كده. احلى حاجه فيها زرار الامان ده. ادي الويفي. بصوا هنلاحظ ان في فرق بين دي ودي. بصوا دي مجعده اكتر، لكن دي لا، يعني ويفي كده شويه اهو. ادي الفرق. تمام. اخر حاجه بقى اللي هي بتبان ناتشورال قوي، اللي هي 180 و8. ماشي، هنظبط درجه الحراره على 180 و8. 180 و8. تمام. خليني اجيب مثلا جزء من هنا كده. تمام. بصوا هتبقى عامله ازاي. ناتشورال قوي بقى دي. بصوا جزء تاني، تعالوا ناخد ده يعني حته تانية كده صغنونه، خصله تانية عشان نعمل خصلتين جنب بعض نشوف الشكل عامل ازاي. بصوا بصوا عجبني انا بقى الموضوع، يعني عملت بيها مثلا 3/4 شعري. بص عامله ازاي. هي غريبه شويه، غير جهاز الويفي اللي احنا متعودين عليه. بص عملت الشعر ازاي، جامده بجد. طيب خلينا نتكلم. طبعا لما بنفصلها بنيجي نفصلها كده بقى خلاص اهو الجزء ده كده. خلينا نتكلم عن مميزاتها. مميزاتها اكتر من عيوبها. بمعنى مميزاتها ان هي بتديكي درجه الحراره متنوعه، يعني 3 درجات حراره على حسب ما انت عايزه شكل وستايل شعرك ايه. بمعنى ان زي ما قلنا بنظبط درجه الحراره من هنا. ممكن نشوف من الكتالوج عادي، بس انا بالنسبه لي لا، بريح نفسي وشفت من هنا. تمام. وبالمناسبه الضمان بتاعها بيجي على العلبه كمان. طبعا هي بره الضمان عندي، انا بقول لكم بقالي حوالي اكتر من 2.5 سنين. تمام. لكن الضمان بيكون على العلبه، فنحتفظ بالعلبه. بتديني 3 درجات حراره وثلاث اشكال. مش بتجبرني او مش مثلا بتحدد لي شكل معين استعمله، لا بالعكس، 3 درجات حراره على حسب الشكل والطريقه اللي هستخدم بيها، وعلى حسب الشكل اللي انا عايزاه ايه. انا عايزاه ويفي قوي، انا عايزاه كيرلي، انا عايزاه ناتشورال قوي بسيط زي كده اهو. بصوا، يعني على حسب ما انا عايزه ايه يعني. دي من اول واهم مميزاتها، ان هي ما بتجبركيش بحاجه معينه او بستايل معين، لا هي بتديكي 3
اشكال، 3 درجات حراره متنوعه، تختاري الشكل والويف والطريقه والستايل اللي انت كبنوته حباها. تمام. دي حاجه تانية، صوت الامان، بمعنى ان انت لما بتحطي الشعرايه فيها، يعني بتحطي الخصله فيها، الصوت اللي سمعتوه معايا في الفيديو اللي هو التكه دي، الصفاره دي، معناها ان خلاص درجه الحراره، الشعرايه وصلت درجه الحراره المطلوبه، فنشيل الشعرايه. لو فضلنا سايبين الشعرايه جوه هنلاحظ ان هي بتدي مؤشر تاني، يعني بتدي صفاره تاني كده، بتدي صفاره صغننه او بتدي انذار تاني عشان تشيل الشعرايه، لان بتعرفك كده ان مؤشر الشعرايه بتضعف او بتتكسر او بتتحرق. مش زي اي مكوه عاديه او بيبي ليس عاديه بتستعمليها وما تبقيش عارفه درجه الحراره ايه، وامتى افك شعري وامتى اكمل. تمام. ففكره الامان دي علشان تحافظ على الشعرايه، يعني بتحافظ على الشعرايه وعلى شكلها من جوه، ان هي بتديك مؤشر عشان الشعرايه ما تتحرقش، فده امان للشعرايه وللبصيله نفسها وللخصله. دي برضو من مميزاتها. ميزه ثالثه، ان مش بنستنى لما تسخن زي اي بيبي ليس، لا لا خالص، مجرد ما نحطه في الفيشه نظبط درجه الحراره نستعملها. فانا شايفه ان مميزاتها اكتر من عيوبها. بالنسبه لعيوبها تقريبا عيب واحد بس، الشعرايه لازم تكون رفيعه، يعني انت لو مستعجله ما تستعمليهاش. دي للناس اللي بالها رايق، اللي عندها طول بال، اللي عندها مناسبه بعد 3 4 5 ساعات. لكن لو مستعجله وعندك مشوار او عندك حاجه مهمه ما تستعمليهاش. ليه؟ لان ممكن تقعدي تعملي الشعر في ساعتين مثلا. ليه؟ علشان بناخد شعرايه خصله خصله. عشان من يعني عيوبها او تقريبا العيب الوحيد اللي فيها ان هي ما بتنجزش في الشعر، يعني بتقعدي تعملي فيها وقت طويل، يعني مش منجزه. لو عندك مناسبه اعملي قبليها بكذا ساعه، لو مستعجله ابعدي عنها تماما. علشان دي لو تقلتي الشعرايه، يعني لو خدتي خصله كبيره وتقلتيها، يعني الخصله دي انا قسمها على مرتين، لو خدتي الخصله دي كلها هتلف على الترس اللي هنا اللي هو جوه بيلف كده، حرفيا الشعرايه مش هتطلع. حرفيا خصله الشعرايه والله ما هتطلع. حاجه من الاثنين، يا تقعدي تشدي فيها قوي قوي قوي، وممكن ده ياثر على البيبي ليف نفسه، يعني ممكن يعمل حاجه في التروس من جوه تكسريها من كتر بتشدي، وطبعا هتشدي مع شعرك فشعرك هيتقطع. يا تاخديها من قصرها وتقصي شعرك، مثلا تقصي الحته دي كده فتبقى شعرك الحته دي كده مقصوصه، ودي تقع خلاص وتطلع هنا، يعني هتطلع بقى هنا في الجهاز وهتتسلك مش هتتسلك، دي حاجه لا يعلمها الا الله. انا طبعا بستعملها بالراحه قوي عشان ما اتحطش في موقف زي ده. فانا شايفه ان العيب ده خطير جدا، يعني ده ممكن يكون عيب وحيد، او هو العيب يعني هي فعلا كلها مميزات حلوه قوي، بس العيب ده لوحده كفيل يخليكي بتستعمليها وانت متوتره وخايفه. فمقارنه لمميزاتها ده عيب واحد بس. طولي بالك، يعني هي محتاجه طولة بال وصبر، وزي ما قلت لك لو مستعجله ابعدي عنها، دي عايزه طولة بال وعايزه واحده رايقه عندها مناسبه بعد كام ساعه، لان انت بتاخدي الشعرايه نونو نونو، لو تقلتي الشعرايه هتلف جوه شعرك باظ. مش زي اي بيبي لسه ممكن نعيده او ممكن نفكه او ممكن نعمله، لا يا تتقطع يا يتقص، ما لهاش حل تالت. لو هنتكلم على السعر بقى، انا جبتها من فتره كبيره، فدلوقتي سعرها كام؟ ممكن على نون او على امازون او في بيتك نعرف السعر بتاعها الحالي كام. مقارنه بسعرها لما انا جبتها من فتره كبيره، سعرها قصاد منتج وجوده حلوه قوي. لكن دلوقتي السعر كام؟ بنلاقيها على نون، بنلاقيها على امازون، بنلاقيها انا اصلا جايباها من بيتك من حوالي زي ما قلت لكم سنتين ونص او 3. اتكلم عن تجربتي الشخصيه ليها، لا انا فعلا انصح بيها، حلوه قوي. عمليه لكن مش منجزه، يعني مش منجزه ونخلي بالنا منها، خصله الشعر في ثانيه، الغلطه بفوره. فهي عمليه لكن للناس اللي عندها مناسبه وقت طويل، يعني الشعريه هتقعد معاكي وقت طويل ما تفكش، فانت لو عندك مناسبه وقت طويل لكن تعملي قبلها بكذا ساعه. مش عمليه في ان انت تعمليها دلوقتي وتنزلي وتنجزي بيها دلوقتي، لا لو مستعجله زي ما قلت لك ابعدي عنها. لكن دي من الحاجات القليله جدا اللي اجربها وما ندمش لاي حاجه خاصه بمنتجات الشعر. بجد حلوه، لكن نخلي بالنا جدا واحنا بنستعملها. تخلي ايدك مرنه معاها بالراحه خالص عليها كده وتطولي بالك، لكن كتجربه شخصيه حلوه قوي.